انا جسمي اتكهرب. الموضوع ده محدش يعرفه غيري، حتى مراتي ما تعرفوش. انا محمد عبد الواحد، وده برنامج فنجان رعب. انا مصطفى سواق تاكسي وعندي 35 سنة، وعندي بنت صغيرة ربنا يخليها لي اسمها زهرة. بس اللي هحكيه دلوقتي عمره ما هينتهي من دماغي طول ما انا عايش. الساعة كانت 1 بعد نص الليل وانا راجع من شغلي وتعبان اخر تعب. لقيت واحد صاحبي بيتصل بيا اسمه خالد. خالد بيقول لي ليك عندي مصلحة زي الفل، هتروح بس توصل جدتي مشوار وتنزلها مطرح ما هي عايزة، وانا هديك زي ما انت عايز. بصراحة يا جماعة انا كنت مرهق جدا، وكنت بفكر اقول له انا مش قادر، بس قلت ايه، الرزق ما يتقالوش لا. وهنا نزلت بسرعة ورحت على العنوان. لقيت واحدة ست كبيرة عجوزة جدا واقفة في الشارع ولابسة طرحة سودا وساندة على الحيطة. نزلت بسرعة وقلت لها اتفضلي يا أمي، تحبي تروحي فين؟ قالت لي يا ابني أنا حافظة العنوان بالشبه، امشي بس كده وأنا هوصف لك وإحنا ماشيين. وهنا بدأت أتحرك بالعربية، وكل شارع أدخله تقول لي لا يا ابني مش الشارع دوت، ارجع تاني. وهنا الست لقيتها بتقول لي معلش يا ابني أنا تعبتك معايا استحملني. قلت لها لا تعب ولا حاجة يا أمي، بس أنا خايف لا يكون ماشيين غلط. قالت لي جملة غريبة أوي، مفيش حد يا ابني هيفضل ماشي غلط على طول، لازم يوصل للطريق الصح. زيك كده يوم ما بطلت تغير التسعيرة على الناس الطيبين، يوم ما تبت وقلت النهاردة يوم ولادة بنتي زهرة، أنا جسمي كله اتكهرب. الكلام ده محدش يعرفه غيري، حتى مراتي ما تعرفوش. وهنا بصيت لها بسرعة في المراية، كانت بتبصلي بعينين ثابتة ما بترمش. قلت لي ركز في طريقك يا ابني، وراحت ساكتة خالص. فضلت سايق وأنا مش عارف هي جابت الكلام ده منين، لغاية ما قالت لي خلاص يا ابني نزلني هنا. ببص حواليا لقيت نفسي واقف قدام مقابر شكلها قديم جدا، وكانت الرؤية من كتر الشبورة مش واضحة خالص. نزلت وقلت أساعدها وافتح لها الباب، وقلت لها يا أمي تحبي أستناكي هنا لحد ما ترجعي تاني وأرجعك البيت؟ قالت لي يا ابني كل وقت وليه أذان، استناني لو تقدر، بس أنا هطول. وصوت غريب ومفتوح قالت لي أنا داخلة هناك لعمك الحاج. وهنا سابتني ودخلت المقابر. وهنا أنا قلت هستنى شوية، لقيتها دخلت ولا نفس ولا صوت. قلت هنا أنا هتصل بخالد عشان أقول له اللي حصل. وهنا خالد الغريبة إنه ما بيردش عليا خالص، وأنا بصراحة كنت تعبان وحسيت إن أنا خلاص بدأت هلوس من التعب. فركبت العربية ومشيت. والغريبة وأنا راجع طول السكة عمال أفكر في كلامها، وهي بتقول لي التوبة مقبولة يا ابني. وفجأة وأنا سرحان في كلام الست لقيت الموبايل بيرن. أنا اتخضيت فجأة، لقيت مراتي بتقول لي الحق زهرة تعبانة ودخلت المستشفى ومطلوب مننا 3000 جنيه لعملية تتعمل دلوقتي حالا. والغريبة كنت كل اللي احتكم عليه في الوقت ده 300 جنيه. فضلت أعيط وأقول يا رب حق الطوبة اللي أنا تبتها يوم ميلادها ساعدني. وسط ما الدموع لسه في عينيا ببص في المراية، لقيت الست قاعدة في الكنبة بتاعة العربية من ورا وبتقول لي التوبة مقبولة يا ابني. وهنا فرملت فجأة، العربية وقفت بالعافية ولفت حوالين بعضها مرتين. ببص ورايا ما لقيتش حد قاعد في الكنبة، ولقيت الطرحة بتاعتها موجودة على الكنبة. وهنا مديت ايدي عشان اخد الطرحة، لقيت وقع منها 3 رزم 3000 جنيه بالتمام والكمال. انا كنت هتجنن، بس الوقت كان ضيق جدا. رحت المستشفى بسرعة عشان اطمن على بنتي زهرة. واول ما فاقت من عملية قالت لي جملة غريبة جدا، قالت لي ان تيتا عدت عليا وبتقول لك التوبة مقبولة يا ابني، الفلوس اللي انت لقيتها من نصيبك. الغريبة هنا زهرة بنتي وصفت لي شكل تيتا دي اللي جات لها، لقيتها نفس شكل الست اللي كانت معايا واللي كنت بوصلها للمقابر. وسط ما انا قاعد مع بنت زهرة وبطمن عليها لقيت تليفون جاي من خالد، وكان بيعتذر لي انه ما عرفش يرد عليا امبارح. المهم انا قلت له انا كويس كله تمام، انا كنت بتصل بيك بس امبارح عشان اطمنك اللي انا وصلت جدتك للمكان اللي هي كانت عايزاه. خالد هنا استغرب جدا وقال لي جدتي، انا ما طلبتش منك توصل حد، وازاي ده حصل؟ امبارح لما كنت بتتصل بيا انا كنت اصلا بستلم جثة جدتي من المشرحة، جدتي متوفية من 3 ايام.
الكلام اللي انت بتقوله دوت ما حصلش. انا هنا قلبي وقع في رجليا، وبفتح الواتساب لقيت خالد متصور مع جدته نفس الصورة ونفس الشكل اللي انا شفتها عليه امبارح، نفس الشكل ونفس حتى الطرحة اللي نسيتها في كنبة العربية. ومن ساعتها كل ما أعدي على المقابر أقرأ لها الفاتحة وأقول الخير ممدود، وإن شاء الله ربنا يوعدك الجنة. عارف يعني إيه تقابل حد مش من الدنيا دي؟ مش دايما بيجي عشان يخوفك، ساعات بيجي علشان يفكرك إن حتى في لحظات الرعب ربنا بيبعت رحمته في لحظات غريبة. لو وصلت للنهاية ديت يبقى يا ريت تسيب لي تعليق تقول لي لو كنت مكاني كنت عملت ايه، وما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس، وتقول لي في الكومنتات ايه الحكايات الغريبة اللي سمعتها زي الحكاية اللي حكيناها النهاردة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.